السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مرة أخرى وفيديو جديد على قناتي نكهة البيت السعيد. كنتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو يلقاكم في احسن واطيب الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم الحلوى ديال الكاوكاو مع شوقتي، وكنظن بان العديد منكم عزيزه عليه. كتجيه شيشه لذيذه اقتصاديه بمقادير جد بسيطه، وكذلك كتجي فيها واحد اللذه رائعه جدا. غادي نشارك معكم الطريقه ديالي. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم وتتبعوه حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. بلا ما نطول عليكم نبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 200 غرام ديال الكاوكاو كبير محمر، ما يكون لا مالح لا حتى شي حاجه، يعني غتشري كاوكاو غتحمريه وتقشريه. 100 غرام ديال السكر بودره، نص معلقه ديال القرفه. بالنسبه للعجين غادي نحتاجو 250 غرام ديال الدقيق الابيض، رشه ملح، جوج ديال المعالق كبار ديال الزبده مذابه، صفار بيضاء يكون صغير الحجم، جوج ديال المعالق كبار ديال سكر بودره، ونصف كاس ديال الماء البارد، وباش غادي نجمعوا العجينه. بالنسبه للمقادير فغادي تلقاوهم كذلك مفصلين في صندوق الوصف. بالنسبه للزبده فكتذوبوها وكتخليوها تبرد واحد شويه. اول حاجه غادي نبدا بها هي انني غادي نطحن كاوكاو مع السكر جيدا حتى كنحصل على واحد العجينه اللي تكون رطبه، يعني مطحونه مزيان مزيان. ومن بعد كما كتشوفوا راه كتجي عجينه. ومن بعد غادي نضيف ليها القرفه، غادي نعجنها مزيان حتى كتدخل فيها ديك القرفه. من بعد غادي نحتفظ بها جانبا وندوزو باش نحضروا العجين. اما بالنسبه للعجين فغادي نضيف جوج معالق كبار ديال الزبده مذابه. كما قلت لكم الزبده غادي تذوبوها، من بعد غتخليوها تبرد واحد شويه عاد تستعملوها. غادي نضيفوا جوج معالق كبار ديال الزبده الدقيق، ومن بعد غادي نحاولوا اننا نبسسوها مع الدقيق حتى كتدخلها مزيان. من بعد غادي نضيف سكر كلاصي وكذلك صفار بيضاء. غادي نحاول كذلك انني ندخلها مع الدقيق والزبده. ومن بعد غادي نجمعها بالماء حتى كنحصل على واحد العجينه اللي كتكون متماسكه، ما جارياش، يعني ما قصحاش وما جارياش، يعني تكون سهله في التشكال ديالها. غادي نخليها كذلك واحد شويه ترتاح، يعني 5 دقائق 10 دقائق، يعني باش ما تكونش الاستيك وباش تكون مطواعه في الخدمه ديالها. ومن بعد غادي نبداو في التشكال. غادي نرش واحد شويه ديال الدقيق على سطح العمل باش يعاونني انني نسرح العجينه، غير ما نكثرش بزاف. ومن بعد غادي نسرحها تكون رقيقه، يعني على قد ما قديتو غادي تسرحوها، يعني تكون رقيقه. من بعد انا خديت واحد الحربول ديال الكاوكاو، عجينه الكاوكاو. كما كتشوفوا راه هو واضح، شفتوا السمك ديال العجينه راه رقيق بزاف. العجينه اولا الحشوه غادي نديرها على شكل حربول. من بعد غادي نوضعها كما كتشوفوا راه كلشي واضح. غادي نلوي عليها العجينه غير مره واحده،
ونحاول مزيان انني نلصقها باش من بعد كتجي مفينيه مزيان. ومن بعد غادي نقطع وغادي نشكل معكم الشكل اللي غادي ندير اليوم. ضروري انكم تسدوها مزيان باش كتكون بيان فيني، يعني قاده مزيان في الشكل ديالها. هاد الحلوه هادي انا راه ما كتخطانيش دائما عندي، يعني عزيزه عليا بزاف، كتجي هشيشه العجينه، هشيشه والحشوه لذيذه بزاف. وممكن ديروا اشكال متعدده، ديروها على شكل بليغات، ديروها غير تقطعوا، يعني غير تقطعوها عشوائيا، فتبدعوا كما بغيتوا. ودابا غادي نشكل الشكل ديالي. كما كتشوفوا انا راني قربت الكاميرا باش تبان لكم مزيان. وكما قلت لكم راه ضروري ان العجينه تكون لاصقه مزيان على الحشوه. ثقوا بيا هاد الحلوه هادي الا جربتوها غتعجبكم بزاف. ممكن تخليوها غير هكا، وممكن ديروا الشكل اللي انا درت دابا، كتجي راقيه في المنظر ديالها، لذيذه بنينه. كنتمنى صراحه انكم تجربوها. بالنسبه للبنات المبتدئات اللي يلا بغاو يبداو في الحلويات، فانا بسطتها لكم تماما. كنتمنى تجربوها وتعجبكم. هي من الحلويات الراقيه والعريقه، ورخيصه كذلك، اقتصاديه، وكتعطي كميه كبيره. من بعد ما غادي نكملها بطبيعه الحال غادي ندخلها الفران يكون مشعول غير من التحت. انا ما بغيتهاش تحمر، يعني تاخذ غير واحد اللوين ذهبي خفيف بزاف. من بعد كنخرجوها، بغيتو ترشوها بسكر كلاصي، بغيتو تخليوها غير هكا، وتقدموها بالصحه والراحه. من الحلويات الجافه، الحلويات ديال دوازاتاي، كتجي لذيذه. انا كنتمنى انكم تجربوها، ولا جربتوها وعجباتكم ما تبخلوش عليا بشي تعليق مشجع وداعم. وكذلك ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد غادي نحطو، وواحد اللايك للفيديو. والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.